ليلة كبيرة المغرب امبارح. العالم الكل البارح متفرج في التلفزيات أجنبية الحقيقة وغربية بالأساس، يتحدثون وما غلطوش عن كون مقابلة المغرب والبرازيل هي أول قمة في المونديال. هذا الحديث ما كانش يكون قبل. المغرب والبرازيل كانت تكون مقابلة عادية مثل كل المقابلات، ولات قمة. علاش وما غلطوش العالم الكل كي قالوا مقابلة قمة؟ لأنه يعتبروا أنه المغرب هو اللي وصل للقمة. ثم ما غلطوش أيضا وأكدت المغرب البارح وأنه المغرب ولا من كبار العالم. المغرب من كبار العالم. أنا نوافق يا جمال وقت اللي نسمع بعض العناوين وأنه المغرب معناها اقتلع التعادل امام البرازيل او المغرب حصل على التعادل امام البرازيل. لا، اقلب الجمله. اقلب الجمله كما قال لك عادل امام، اقلب الورقه. اقلب الورقه. البرازيل حصل على نقطه امام المغرب. ما تفرجتوش في المقابله؟ ال 30 دقيقه الاولى تقول البرازيل هي المغرب، والبرازيل ما جاتش. وما جاتش مش على خاطر خايبه، ايوه، ما جاتش على خاطر المغرب راهو غير عادي. راهو السبع دقائق الاولى والعشر دقائق الاولى الضغط المغربي استثنائي. معناها شوف الخطه اللي حضرها المدرب. راهو العشر دقائق الاولى عاود تفرج تقول 2 بلاش كانت مفروض 3 فرص 10 دقائق. راهو 10 دقائق ما يتنفسوش. فينيسيوس اول الكوره بعد 14 15 دقيقه، وفينيسيوس اللي هو احسن لاعب في البرازيل البارح. كازيميرو الصحف الكل عنوان كبير، ايوب يفسخ كازيميرو. وزاد هاكا انشيلوتي اكد الفسخ نتاعو في بين الشوطين، قال وقت غالي تبديل. هذا ايوب انا اول مره نسمع به الحقيقه. نتبع شويه ولكن عمري كنت نتصور انه المنتخب المغربي في تقديمك قلت لي شبب الفريق. هما لاعبين ما سمعناهمش 2022، ما نعرفوهمش توا 4 5 اشهر. انا نعطيك لانه قصه ايوب هذايا غير عاديه. راهو قصته انا حليت كتاب كامل الصباح على ايوب بوعدي، حليت كتاب كامل. لانه البارح اذا كان قطر كانت اول مفاجاه في المونديال، فايوب اول نجم نتاع المونديال. اول نجوم المونديال هو ايوب. العالم الكل يحكي عليه اليوم وحلينا عليه الكتاب. هاللاعب هذايا مستر توم خذا البكالوريا في سن 16 سنه، يقرا مازال بكالوريا بملاحظه حسن جدا. بعد عامين عملوا مناظره متاع احسن المرافعات في الكليات، جا هو الاول وخذا الجائزه من عند ماكرون في الإليزي. المحاضرات معناها متاع شكون يعرف يرافع، مناظره احسن انسان يعرف يلقي. ثم اللاعب هذا اللي يلعب في ليل هو بالمناسبه عمره 18 سنه. في مارس 2026 كان قائد الفريق الفرنسي تاع 21 سنه. هذه سرقة القرن. قوة المغرب قائد الفريق الفرنسي نتاع اليو 21 سنه. المغرب كيفاش خذته وهربت بها الجوهره. اللاعب هذا لو نقعدوا نحكيوا عليه لانه البارح عمل حاجه غير عاديه. رجعوا بالارقام سنوات وسنوات. اول لاعب منذ قداش من عام يعمل في مقابله نتاع كاس عالم 60 تمريره صحيحه. صحيح. هذا اللاعب الحقيقه صوره للمغرب اليوم. هذاك علاش انا نقول الناس اللي تحكي على المغرب حصلت على التعادل، لا، البرازيل حصلت على التعادل. والمغرب الحقيقه مره اخرى شرفتنا نورتنا، وان شاء الله ديما القدام. الحديث على جواب نعطيك درس. بي اس جي نيمار ميسي مبابي 3 وين وصل لحد شيء ولا شيء. كرة القدم مجموعة، كرة قدم فريق عنده شخصية، كرة قدم فريق عنده روح جماعية، مش كل واحد يلعب لنفسه.
ما تنجمش تعمل فريق وقت اللي كل لاعب يفكر في المردود نتاعو الشخصي. اللي حبيت نقوله انه المغرب كله نجوم، ولكن النجم الاوحد هو الفريق، هو المغرب. ها هو الفرق. البرازيل كله نجوم، ولكن كل نجوم على انفراد، ما يعملوش فريق. والى حد الان زوز ملاحظات تحت رقابه مستر توم. الملاحظه الاولى، المدرب المغربي خذا الفريق المغربي توا اول مقابله نتاع اللاعب ايوب هذايا نحسوا الطابع نتاع المدرب، لان وقت اللي عندك اناحي وعندك لا اشرف حكيمي وعندك لاعبين وعندك ابراهيم دياز وعندك وشاب صغير، ما نجمش يكون هو النجم فوق الميدان دون تعليمات المدرب، اكيد، لانه يعرف انه كل شيء يمر عبر هذا اللاعب، اعطاه فيه الثقه. اذا هو بصمه المدرب. اليوم ايضا يعني تحت رقابه انشيلوتي وما ادراك، المدرب الكبير والشهير تاع ريال مدريد وغيره. الى حد الان ما ريش بصمته في البرازيل، الى حد الان تفرجش في البرازيل ضد تونس. هو شيء نادر بالنسبه للبرازيليين ان يقودهم مدرب غير برازيلي بعقليه اوروبيه، والاسوء انه هو بالنسبه للبرازيليين طبعا ان الطليان يتمتعوا بجانب دفاعي اكبر، تامين الدفاع ومن ثم اللعب على الهجوم، هذا بالنسبه للبرازيل شيء مقيد. شوف البرازيل ظنوا لانهم هم قوه ضاربه في الهجوم، قالوا نجيبوا مدرب نتاع كاتيناشيو نتاع ايطاليا وانشيلوتي يحسن لنا الدفاع، وهكا خسروا الهجوم وخسروا الدفاع. حديث مع المستر عن مقارنات